لو أي حد بيسمعني دلوقتي صاحب بيزنس أو فريلانسر وحاسس إن يومه عبارة عن فوضى وعملاء محتملين بيضيعوا، يبقى جه في المكان الصح. النهاردة بقى هنشوف مع بعض إزاي نبني سيستم أوتوماتيكي، مش أي سيستم، لا ده سيستم بيحول شوية أدوات بسيطة جدا لمكنة فلوس شغالة 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. هنضمن إن كل عميل بيوصله يلاقي اهتمام فوري ويتحول لصفقة ناجحة. وخلوا بالكم، اللي هيكمل معانا الشرح ده للآخر ليه عندي هدية، وهدية عملية جدا هتساعد في تطبيق كل الكلام ده فوراً. خلينا نبدأ برقم، بصراحة رقم صادم. 80%. متخيلين الرقم؟ 80% من العملاء المحتملين ممكن يضيعوا تماماً لو البيزنس بس اتأخر في الرد عليهم أكتر من ساعة. ساعة واحدة بس؟ الرقم ده مش مجرد إحصائية بنقولها، دي فلوس حقيقية بتتسرب من البيزنس كل يوم، زي ما يكون في حنفية مفتوحة على آخرها ومحدش بياخد باله يقفلها. كل رسالة أو فورم بيتبعت وما بيلاقيش رد سريع، دي فرصة ضيعة. وفكرة إن الواحد يعتمد على ذاكرته أو على الستيكي نوتس اللي ملزوقة على الشاشة دي كارثة، دي مش حل، دي هي المشكلة نفسها. وهنا السؤال المهم اللي لازم كل واحد فينا يقف ويسأله لنفسه بجد: الشغل بالطريقة اليدوية دي بيكلفني كام؟ نحسبها سوا. كل عميل ضاع عشان الرد اتأخر، كل فرصة راحت عشان الإيميل بتاعه نزل تحت في الزحمة ومحدش شافه، كل ميتنج متعملش عشان المتابعة ما كانتش كفاية. دي كلها فلوس كانت في طريقها للبيزنس وضاعت. المهمة بتاعتنا النهاردة مش بس إننا نقفل الحنفية دي ونسد التسريب ده، لأ، إحنا هنروح لأبعد من كده. إحنا هنحول الفوضى دي نفسها لمصدر دخل منظم وجديد. طيب، ليه السرعة هي كل حاجة؟ النقطة الجوهرية هنا هي إن العميل بتاع النهاردة مختلف تماماً. توقعاته في السما، هو مش بيستنى. العميل اللي بعت رسالة دلوقتي غالباً في نفس الدقيقة دي فاتح 3 تابس تانية ل3 منافسين، وبيبعت لهم هما كمان. واللي هيرد الأول برضه احترافي ومنظم هو اللي هياخد الأسبقية. الموضوع سباق. فالتأخير هنا مش معناه بس إن فرصة ضاعت، لأ، ده بيدي انطباع سيء جدا عن البيزنس، كأن البيزنس بيقول للعميل أنت مش مهم قوي بالنسبة لي. وده طبعا آخر انطباع أي حد فينا عايز يسيبه. التشبيه ده عبقري بصراحة. إن الواحد يتابع العملاء بشكل يدوي عامل بالظبط زي ما يكون بيحاول يمسك المطر في مصفاه. مستحيل. مهما الواحد كان منظم وعنده دفاتر وقوايم، لازم في حاجات هتقع منه. لازم. إيميل مهم نزل تحت ومحدش شافه، رقم تليفون اتكتب على الورقة والورقة ضاعت، ميعاد متابعة كان المفروض يتم ونسيناه. كل دي كوارث صغيرة بتتجمع وتعمل مصيبة كبيرة في آخر الشهر. والفوضى دي مش بس بتضيع فلوس، دي بتعمل ضغط نفسي رهيب. الإحساس الدايم إن في حاجة ناقصة، إن في حاجة الواحد نسيها، ده بيقتل الكفاءة والإبداع. طيب، كلام جميل. إزاي بقى نصلح كل ده؟ هنا بقى يجي الكلام العملي. خلينا نفتح مع بعض شنطة العدة أو التولكيت اللي هنستخدمها عشان نبني السيستم الخرافي ده. والخبر الأحلى من الشغل إن الأدوات دي معظمها يا إما مجاني تماماً أو تكلفته بسيطة جداً. يعني مش محتاجين ميزانية ضخمة ولا فريق مبرمجين. أي حد يقدر يبدأ النهاردة. دي الأسلحة بتاعتنا. أول وأهم أداة معانا هي N8. ممكن نعتبر N8 ده هو المايسترو بتاع الأوركسترا كلها. هو العقل المدبر اللي هيربط كل الأدوات دي ببعض ويخليهم يشتغلوا في تناغم تام. بعد كده عندنا جوجل شيتس، ده بقى الدفتر المنظم بتاعنا، المكان اللي كل بيانات العملاء هتتسجل فيه بشكل أوتوماتيكي. ونيجي بقى للساحر بتاعنا، الذكاء الاصطناعي، سواء جيميناي أو أوبن اي اي. ده الموظف الخارق اللي ما بيزهقش، الكاتب الشخصي اللي هيكتب ردود وإيميلات مخصصة لكل عميل. وطبعا جيميل، المرسال الأمين بتاعنا اللي هيبعت الإيميلات دي. وأخيرا تليجرام، ده بقى جرس الإنذار بتاعنا، اللي هيبعت لنا إشعار فوري على الموبايل يقول لنا مبروك عميل جديد وصل. تمام قوي، كده عرفنا الأدوات. السؤال الأهم بقى، إزاي الخمس أدوات دول بيشتغلوا مع بعض زي التروس في ساعة سويسرية؟ يلا بينا نشوف الرحلة الكاملة للعميل جوه السيستم الأوتوماتيكي ده، من أول ما بيظهر لحد ما يبقى معانا. تخيلوا معايا المشهد ده. العملية اللي هشرحها دلوقتي دي كلها على بعضها بتحصل في أقل من 30 ثانية، بدون أي تدخل من أي بني آدم. الخطوة الأولى، العميل دخل على الويب سايت وعجبه اللي شافه وقرر يملى الفورم، كتب اسمه، إيميله وتفاصيله. في نفس الثانية اللي داس فيها على زرار إرسال بتحصل الخطوة التانية. NN بيخطف البيانات دي ويروح يسجلها في جوجل شيتس، كل معلومة في مكانها. وهنا بقى بيبدأ السحر. الخطوة التالتة، NN بيبعت البيانات دي للذكاء الاصطناعي ويقول له اكتب لي إيميل ترحيبي للشخص ده وكلمه باسمه. وفي ثانية بيكون الإيميل جاهز. بعدها على طول الخطوة الرابعة، NN ياخد الإيميل ده ويبعته الجيميل عشان يوصل للعميل فوراً.
العميل بيحس باهتمام واحترافية عالية. وفي نفس ذات اللحظة بتحصل الخطوة الخامسة. NN بيبعت رسالة على تليجرام لصاحب البيزنس تقول: تنبيه، عميل جديد وصل. ال5 خطوات دول عبارة عن خط إنتاج مثالي لاستقبال العملاء. طيب، إيه نتيجة كل ده؟ هنا بقى بنشوف التحول الحقيقي. الموضوع مش مجرد تنظيم بيانات، الموضوع هو تحويل البيانات دي لفلوس. إحنا بنتنقل من حالة كانت عامله زي الضباب، مش شايفين مين بيجي ومين بيروح والدنيا كلها تخمينات، لحالة من الوضوح واليقين التام، تحكم كامل في كل فرصة بيع بتدخل البيزنس. بصوا على الفرق ده. قبل الأتمتة كان في فوضى وارتباك، ملفات هنا، نوتات هناك. بعد الأتمتة كل حاجة ليها مكانها، نظام وترتيب ووضوح تام. قبل كده كان في عملاء بيضيعوا وتأخير في الردود، دلوقتي كل عميل بيستقبل رد فوري ومثالي ومخصص ليه. والأهم، قبل كده كنا بنخمن يا ترى الشهر ده كويس ولا وحش، دلوقتي مفيش تخمين، القرارات كلها بتتاخد بناء على بيانات حقيقية وأرقام واضحة قدامنا. والحاجة العبقرية كمان إن السيستم ده مش بس بينظم، ده بيحلل. يعني بشكل تلقائي بيبني لنا لوحة تحكم أو داشبورد بسيطة زي دي جوه جوجل شيتس نفسه. يعني في أي لحظة ممكن نفتح الملف ده ونشوف صورة حية للبزنس، نعرف فوراً كام عميل جديد دخل الأسبوع ده، كام صفقة لسه بنتفاوض عليها، وكام صفقة قفلناها وكسبناها. دي تعتبر نبض البزنس في صفحة واحدة. وهنا بقى نيجي للحتة اللي بتغير اللعبة كلها. المقولة دي بتقول: دي مش مجرد أداة لإدارة البيزنس بتاعك، ده بيزنس جديد ممكن تبنيه بنفسك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني السيستم اللي إحنا لسه بنيه عشان نحل مشكلة عندنا ممكن نعبيه في علبة شيك ونبيعه لآلاف غيرنا اللي عندهم نفس المشكلة بالظبط. المصطلح ده مهم قوي وبيعمل فلوس كتير. Productized Service، أو الخدمة اللي اتحولت لمنتج. عشان نبسطها، تخيل واحد بيعمل تورتة مخصوص لكل زبون، ده بياخد وقت ومجهود. Productized Service بقى كأنه قرر يعمل نوع واحد من الجاتوه بنفس المقادير بس طعمه خرافي وبيبيعه بسعر ثابت لكل الناس. هو حول مهارته لمنتج جاهز وسهل البيع والتوسع. ده بالظبط اللي بنعمله هنا، بنحول خدمة بناء سيستم الأتمتة لمنتج جاهز للبيع. والأجمل إن المنتج ده سهل جدا نعرضه للبيع. ممكن نعمل باقات أسعار واضحة زي اللي قدامنا دي، ممكن نعمل باقة أساسية البيزك سيت اب، ودي بتقدم للعميل تركيب السيستم الأساسي ب5 خطوات بتوعه. وممكن نعمل باقة أعلى شوية زي المينتننس بلان، ودي بتكون باشتراك شهري بنقدم فيها صيانة ودعم مستمر. وممكن نعمل باقة احترافية الادفانس كاستمايزيشن للعملاء الكبار، ودي بنضيف فيها حاجات مخصصة ليهم زي تقارير وتحليلات متقدمة. كده بنخدم كل شرائح السوق. طيب، حلو قوي الكلام ده. منين البداية؟ إزاي الواحد ياخد الخطوة الأولى؟ الخبر الكويس إن الطريق من مرحلة التعلم لمرحلة تحقيق الربح بقى واضح جدا ومباشر. الموضوع مش محتاج سنين من الخبرة، محتاج بس خطوات صح نمشي عليها. وهنا بقى نوصل للهدية اللي وعدت بيها في أول الشرح. جهزت دليل تفاعلي كامل خطوة بخطوة، مش مجرد كلام نظري، لا، ده دليل عملي بيمسك إيدك وياخدك في رحلة تطبيق كل اللي قلناه النهاردة، من أول خطوة لآخر خطوة. الدليل ده هو المفتاح اللي هيخلي أي حد قادر يبني السيستم ده بنفسه. هو خريطة الطريق الواضحة. كل اللي محتاجين تعملوه إنكم تنزلوه من اللينك اللي موجود في الوصف. وفي النهاية أهم فكرة عايزة أسيبها معاكم هي دي: الأتمتة مش مجرد رفاهية أو أداة عشان نوفر بيها شوية وقت، لأ خالص. الأتمتة هي آلة لخلق الفرص. الفرص اللي كانت بتطير من إيدينا عشان مشغولين أو نسينا، السيستم ده بيصطادها وبيحافظ عليها. هو الموظف الشاطر اللي عمره ما بينام. فالسؤال اللي لازم كل واحد فينا يفكر فيه بجد هو: يا ترى سيستم أوتوماتيكي زي ده ممكن يبني إيه للبزنس بتاعي وأنا نايم؟ ممكن يضيف كام عميل؟ ممكن يقفل كام صفقة؟ الإجابة ممكن تكون مذهلة، والفرصة دي موجودة ومستنية لياخد الخطوة الأولى. لو الحلقة فادتك، ادعي لنا بخير وادعي لوالدي بالرحمة. اكتب سؤالك أو الموضوع اللي نفسك نغطيه تحت. المصادر والخطوات في الوصف. اشترك وفعل الجرس ونشوفك في الحلقة الجاية.